ممكن حضرتك تقول لنا مرتب الصيدلي كام شهريا مش بالساعه، عشان ما بعرفش يتحسب ازاي؟ طيب انا هقول لك يتحسب ازاي واحده واحده، وخلينا ندي مثال على صيدلي بياخد مثلا $50 في الساعه. كويس. فهتشوف دايما جوب اوفر محطوط لك يا اما الساعه ب $50 يا اما السنه من 95 لغايه 105,000، على حسب بقى عدد الساعات اللي انت تشتغلها في الاسبوع. كويس. فانت لو بتشتغل في الاسبوع مثلا فول تايم فبيبقى من 37 ونص لغايه 40 ساعه انكلودنج البريكس وكده. فلو هندي مثال ان انت بتقبض 40 ساعه في الاسبوع، فانت بتقبضهم كل اسبوعين. هنا البي تشيك بيبقى او اللي هو المرتب يعني بينزل كل اسبوعين مش كل شهر. في كل اسبوعين هينزل لك 50 في 80 اللي هو 40 ساعه في الاسبوع، فده معناها $4000. مش بينزل لك ال $4000، بينزل مخصوم منهم الضرايب. فالشركه اللي انت شغال معاها بتخصم الضرايب على طول وبتنزل لك المرتب صافي بعد الضرايب، بيبقى حوالي 2800 2900 باي ويكلي. بس ده اللي بينزل لك. فعايز تحسبها باي ويكلي، عايز تحسبها بالسنه، بالتالي هما بيرجعوا للساعه بكام، اشتغلت عدد ساعات قد ايه، وهكذا. هو ده اللي يتحسب عليه. بس يا رب اكون جاوبتك يعني.